وبما اننا بنتكلم على المشكله اللي حصلت في اسوان وانتهت بالمشهد قدام ماسبيرو، النهارده لجنه العداله الوطنيه اللي شكلها مجلس الوزراء عشان تتابع ملف الازمات الطائفيه اوصت بعزل اللواء مصطفى السيد محافظ اسوان من منصبه لعدم كفاءته في التعامل مع ازمه اولا اهالي النوبه، وثانيا مشكله كنيسه المريناب. وكانت اللجنه بتطالب في التقرير اللي قدمته لمجلس الوزراء انه يتم الترخيص للكنائس اللي بتقام فيها الصلوات واللي ما حصلتش على تصاريح في عهد النظام السابق. احنا معانا على التليفون للتعليق استاذ جورج اسحاق عضو لجنه العداله بمجلس الوزراء اللي بنكلم حضراتكم عليها. مساء الخير يا استاذ جورج. اهلا يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. لاي حد يعني توصيات اللجنه بالفعل هتكون قابله للتنفيذ يا استاذ جورج؟ اولا جسد المصري شيء مقدس، واللي هيمد ايده عليه تاني هنقطعها له. بالعربي كده مفيش حد يفض اعتصام بالطريقه دي. انا شخصيا مع عدم قطع الطريق، هذه جريمه يجب ان يعاقب عليها اي حد يعملها. لكن الفض بهذه الهمجيه وهذا العنف هذا شيء مرفوض ايا كان المتظاهرين. في طرق كثيره، واذا كانت الشرطه والقوات المسلحه ما عندهاش الادوات اللي هتفض الاعتصام زي كل الدنيا، ما حدش يمد ايده على حد. جسد المصري مساله مقدسه، واللي يمد ايده عليها تاني هنقطعها له بالعربي كده، وهنتصدى للكلام ده بكل قوه.